ادي يا سيدي الجي ار اي باختصار شديد، والموضوع سهل جدا. مش محتاجة حاجة يعني. اهلا بيكم طلبه البكالوريا في جميع انحاء الجمهوريه. معاكم مستر محمد الصاوي، والمنهج بتاعنا الجديد الجميل اللي فيه حاجات جديده اول مره نسمع عنها. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها جي ار اي. جي ار اي يعني ايه يا مستر جي ار اي؟ بالراحه كده وبهدوء، الدنيا سهله وجميله. طول ما انت بتشغل دماغك وبتفكر المطلوب مننا ايه. هيدينا قطعه كومبريهنشن او تكست نص صغير، ويقول لي استخدم الجي ار اي. طيب بالراحه كده يا مستر، واحده واحده، عشان نعرف كل كلمه اختصار لايه، وكل كلمه ايه المطلوب مني فيها. اول حاجه معانا حرف الجي، اللي هي اختصار لكلمه جاستيفاي. جاستيفاي معناها يبرر، ولكن هنا المقصود بيها انك تديني رايك. يبقى اول خطوه الجي هيبقى عاوز رايك في الكلام اللي اتقال. تمام. خطوه رقم 2 هيبقى عاوز الار اللي هي اختصار للريزن. تاني حاجه هيحتاج الار. ايه الار دي بقى؟ الريزن، السبب. explain why you think so. هتقول لي رايك اللي انت قلته ده من خلال النص طبعا. هتقول لي رايك ده سببه ايه. يبقى تاني حاجه الريزن، السبب. تالت حاجه وهي الايفيدنس. الevidence يعني الدليل. هتدّيني مثال أو دليل من النص على صحة كلامك. يبقى ببساطة كده يعني إيه GRE؟ GRE يعني إيه؟ أول حاجة هتدّيني رأيك الopinion your opinion. تاني حاجة هتدّيني reason سبب لرأيك ده اللي أنت قُلته، إيه سببه. تالت حاجة هتدّيني evidence دليل أو مثال من الtext اللي هو هيدّيه لك في الامتحان، وتقول لي وعشان تدعّم أو تثبت صحة كلامك. طب تعالَ نشوف مثال عملي وتطبيق عملي على اللي أنا قُلته دلوقتي، وهناخد مع بعض مثال من كتاب المدرسة. يالّا بينا. تعالوا نشوف كده مع بعض، هيدّيني text زي ده ونشوف إيه المطلوب مع بعض. بيقول لي teenagers need enough sleep to learn well. المراهقين بيحتاجوا نوم كافي عشان يتعلموا كويس. Sleep helps the brain organize new information. النوم بيساعد المخ إنه ينظم معلومات الجديدة. well rested students. الطلبة اللي بترتاح كويس أو الطلبة اللي حاصلة على قدر كافي من الراحة focus longer. بتركز لفترات أطول and make fewer mistakes. وبتعمل أخطاء أقل. a regular bedtime. a regular bedtime يعني ميعاد النوم المنتظم. ميعاد النوم المنتظم يعني بتبقى ميعادك كل يوم بتنام الساعة 12، من الساعة 11، بتنام في ميعاد منتظم. can therefore improve school performance. اللي بيحسن الأداء المدرسي. أدي كده في الامتحان هيديني مثلا تكست زي ده، ويقول لي إيه بقى. تعال نشوف السؤال مع بعض. هيقول لي إيه بقى في الامتحان. to what extent does a regular bedtime improve school performance. إلى أي مدى، إلى أي مدى الإيه، الميعاد النوم المنتظم بيحسّن الأداء المدرسي. طيب إيه المطلوب منّي بقى؟ بيقول لك justify your position يعني هتدّيني رأيك. justify يعني ادّيني رأيك with reason وتدّيني السبب and evidence from the text وتدّيني إيه، الدليل من النص. آدي السؤال هنشوفه بطريقته الجديدة ده في الامتحان. طب أنا أعمل إيه؟ تعالَ شوف بقى أورّيك هتعمل إيه. أول خطوة هتجيب الjustify أو الopinion رأيك الأول. رأيك إيه بقى؟ لمّا جه قال لك إن ميعاد النوم ده بيحسّن الأداء المدرسي، هتقول له القطعة the passage strongly supports the statement bedtime improve school performance. هتقول له إن القطعة دي أو النص ده بيدعّم بشدة المقولة أو العبارة اللي بتقول إن ميعاد النوم بيحسّن أداء المدرسي. تمام، صح، أنا موافق. هتقول له I agree، هتقول له I think إن الكلام ده صحيح. أي طريقة تعجبك، المهم تقول لي رأيك إن أنت موافق على الكلام ده. طيب هتدّيني سبب إيه بقى، إيه السبب يا ترى؟ reason من برضه من الإيه، من اللي أنت فهمته ومن اللي أنت قريته عادي من النص ما فيش مشكلة. a regular bedtime helps teenagers get enough sleep. لإن ميعاد النوم، ميعاد النوم اللي هو المنتظم يعني، ميعاد النوم المنتظم بيساعد المراهقين إن هم يحصلوا على نوم كافي. so لذلك their brains can organize information. عشان كده مخهم ممكن بينظم المعلومات
and they can focus better ويقدروا يركزوا أفضل. يبقى ده سبب من القطعة برضه أو من النص اللي هيديه لي. طب آخر حاجة بقى عاوز إيه؟ الإيفيدنس الدليل. اديني بقى دليل على صحة كلامك برضه من التكست، أو اديني مثال عشان إيه تثبت صحة كلامك. هتقول إيه؟ إن ال well rested students، إن الطلبة اللي بيناموا كويس، الطلبة يحصلوا على فترات راحة جيدة بإيه focus longer، بيركزوا بشكل أكبر and make fewer mistakes، بيعملوا أخطاء أقل. ما تيجي نشوف مثال تاني كمان للتطبيق عشان يبقى الموضوع اتفهم بشكل أكبر. طيب بيقول لي إيه؟ trees improve life in busy cities. trees improve life in busy cities، يعني الأشجار بتحسن الحياة في المدن الزحمة. their leaves trap some pollutants. ويقول لي إن leaves طبعًا أوراق الشجر، trap إن هي إيه؟ بتحتجز بعض الملوثات. يعني إيه؟ بعض الملوثات في الجو بيحتجزها الأوراق الشجر يعني. their branches provide shade، يعني الفروع بتاعتها بتدينا إيه؟ الظل. which keeps streets and buildings cooler، اللي إيه؟ بتخلّي الشوارع والمباني درجة حرارتها أقل. green spaces اللي هي المناطق الخضراء أو مساحات الخضراء can also reduce stress، بتقلل الإيه أيضًا؟ بتقلل الstress التوتر، دي المساحات الخضرا. طيب المطلوب مني إيه؟ to what extent do trees improve life in busy cities؟ إلى أي مدى الشجر بيحسّن الحياة في الإيه؟ في المدن المزدحمة. بيقول لي justify your position، يعني تقول لي برضه رأيك with reason بسبب and evidence دليل منين؟ من الtext من النص. تعال نشوف الإيه؟ الإجابة مع بعض. أول حاجة justify، أنا هاقول له رأيي في مدى إن الشجر بيعمل إيه؟ بيحسّن الحياة في المدينة المزدحمة. طيب هاقول له إيه؟ The passage strongly supports the statement trees improve life in busy cities. أقول له القطعة فعلًا بتدعّم بشدة المقولة اللي بتقول إن الأشجار بتحسّن الحياة في المدن الإيه؟ المزدحمة. طيب الreason السبب، برضه السبب من خلال القطعة ممكن تيجي من خلال فهمك برضه. يا ترى إيه السبب إن الشجر بيعمل كده؟ هتقول لي because trees make air cleaner، لإن الشجر بيخلّي الهوا أنضف، وكمان بيقلل lower temperatures، بيقلل درجات الحرارة and support people's well being، وكمان بيدعّم رفاهية الإيه؟ الناس. كل دي أسباب للرأي اللي اتقال في الأول، برضه من القطعة وخلال فهمك للقطعة، سواء جبتها بالنص من القطعة أو من خلال فهمك، الاتنين واحد ما فيش مشكلة. آخر حاجة بقى الevidence اللي هو الإيه يا جماعة؟ الدليل، اللي هو قُلنا إيه؟ المثال من الtext من النص على صحة كلامك. هتقول له their leaves trap some pollutants، إن أوراق الشجر بتعمل إيه؟ بتحتجز بعض الملوثات، وكمان الbranches الفروع بتوفّر الظل which keeps streets and buildings cooler، اللي بتخلّي الشوارع درجة حرارتها هي والمباني طبعًا أقل درجة حرارة. آدي يا سيدي الJRE، مش محتاجة حاجة يعني. آدي يا سيدي الJRE باختصار شديد، والموضوع سهل جدًا. وما تنساش تعمل subscribe للقناة عشان إن شاء الله السنة دي كل طلاب البكالوريا معاكم لحظة بلحظة، مش هاسيبكم إن شاء الله في المنهج الضخم ده اللي محتاج شغل ليل نهار. وطول ما أنت مع الصاوي أنت في أمان. سلام.